في شهادة ميلاده يوم واحد بس، لأننا هنشوف دلوقتي أول مسرحية بنقدمها، والمسرح ده هو الهدية اللي بيقدمها لكم التلفزيون ولكل أطفال مصر في يوم عيدكم، عيد الطفولة العالمي. وكل اللي بنتمناه إن هديتنا تعجبكم وتسعدكم. سيداتي، آنساتي، سادتي، أصدقائي، لقاء سعيد مع الأمير الصغير، وشكرا. Madame, mademoiselle, monsieur, et tous mes camarades du théâtre des enfants de la télévision, bonsoir. Le théâtre des enfants a aujourd'hui un jour seulement. On va vous jouer maintenant la première pièce qu'on y représente. Ce théâtre est le cadeau que présente la télévision à tous les enfants d'Égypte le jour de votre fête, la fête de l'enfance dans le monde. Nous espérons que notre cadeau vous fera plaisir. Nous vous souhaitons une bonne soirée avec le Petit Prince et merci. حاجة حصلت في الموتور. الحمد لله كانت سليمة. لازم اكشف عليها اشوف فيها ايه، بس تعبان انا دلوقتي. انا فين؟
صحرا دي ولا ايه؟ ايوه صح. ايوه صح. ايوه صح. ساتر، الصحرا دي مخيفة أوي الواحد لوحده كده. طب أعمل إيه؟ شوف يمكن في أمل في الطيارة. ده بين الموتور وقع ولا إيه؟ الواحد قاعد لوحده في حتة زي دي لازم يبقى خايف طبعا. أنا كبير بس لوحدي كده برضه في صحرا زي دي. طب أعمل إيه؟ لازم افكر بهدوء عشان اعصابي تبقى سليمه ومظبوطه وما اعملش اي عمل يضرني انا. افكر ازاي؟ احاول ارجع بذاكرتي كده لورا قوي وانا صغير واتكلم معاكم، يمكن كلامي يسليني في وحدتي. زمان وانا صغير وانا عندي 6 سنين، على فكره كنت صغير زيكم كده، يعني ما كبرتش بقيت كبير مره واحده. وكل الرجاله اللي بره الكبار دول كانوا صغيرين زيكم كده وكبروا بقى على طول. انا لما كان عندي 6 سنين كنت غاوي ارسم، كنت احب الرسم قوي قوي، مبسوط قوي. كنت انا قد كده يا دوبك 7 سم يا دوبك، يعني قدك وقدك وقده واطول منك انت شويه. رسمت، عارفين رسمت ايه؟ رسمت صورة تجنن. رسمت تعبان وبالع فيل. الصندوق ده معايا ما اقدرش اسيبه ابدا. اهو شايفين؟ شايفين؟ تعبان وبالع فيل. الفيل جوه بطن التعبان اهو. فرحت قوي بالصورة، قلت اوريها لماما. رحت لماما بقى، ماما كانت في المطبخ بتطبخ وانا بقى صغير. فتحت الباب قلت لها طبتي يا ماما؟ طبتي؟ طبتي التورة دي؟ وانا صغير كنت بتكلم بالطبع. طبتي التورة دي؟ ماما بصت وقالت الله ايه البرنيطة الحلوة دي؟ برنيطة؟ قلت يمكن ماما عشان كانت بتطبخ مش واخدة بالها. رحت رايح لبابا. بابا قاعد بيشتغل في المكتب ملخوم يا عيني. فتحت الباب، طب يا بابا طب الدكتورة دي؟ بابا بص وقال لي الله منين البرنيطة الحلوة دي؟ قلت بابا؟ قلت لا. رحت المدرسة، دخلت على الأبلة، قلت لها أبلة بطي دي. قلت لي الله أنت بتجيب البرانيط دي منين؟ قلت لا مفيش غير هو حضرة الناصر، اروح له. وحضرة الناصر كان مدرس رسم كبير قوي وهو بيحب الرسم قوي، بس كان ملخوم برضه قاعد يعني. قفلت الباب، قال لي فيه ايه؟ قلت له طب بقى يا حضرة الناظر الصورة اللي انا رسمتها بس اوعى تقول دي برنيطة. بص قال لي فشر دي قبعة. ما تخبيش عليكم انا انكبست. قلت يمكن القبعة دي فيل وبلع تعبان قصدي وبلع فيل. قلت اسال الولاد في المدرسه. رحت له بقى استنيتهم وهم طالعين، قلت لهم شايفين القبعه مش قبعه يعني تعبان بلع فيل؟ قالوا لي لا قبعه يعني برنيطه. قلت خلاص مفيش داعي احرج نفسي. قالوا لي بقى بطل رسم بقى مفيش داعي ترسم، ذاكر احسن واعمل اي حاجه تنفعك. بيني وبينكم ذاكرت بقى اتعلمت واتخرجت وبقيت طيار. معايا الطياره بتاعتي دي، بقيت اسافر والف الدنيا والف العالم واشوف الناس، وقابلت ناس كتير وناس كبار زيي. بقيت بيني وبينكم اوريهم الصوره كل شويه عشان يمكن يقولوا لي دي تعبان وبالع فيل. كل يشوف يقول لي معقوله البرانيط دي يا ولد؟ لقيت مفيش فايده فخبيت الصوره معايا. بقيت راجل كبير بقى واتكلم معاهم كلام كبار بقى ونتفرج على التلفزيون ونتكلم على كوره وزيطه ومسلسلات. ويبصوا لي يقولوا لي الله ده انت بقيت كبير قوي، ايه العظمه دي يا ابها؟ ربنا يوصلني.
نعم يا اخويا. أمير. امير؟ انت جيت منين؟ من كوكب السماء. من كوكب. وانت؟ انا زيك برضه جيت من السماء. يعني احنا الاثنين جايين من السماء؟ صح. ايه؟ في ايه؟ لا انا مش من بعيد قوي كده، انا جيت بالطياره بتاعتي دي، تحب تشوفها؟ اتفضل سعادتك. اتفضل. ممكن تطلعني؟ اتفضل. العفو. عندك حق، الطياره بتاعت البيت ما تقدرش تيجي من كوكب بعيد. صح. ممكن تنزلني؟ انزلك؟ ايوه. طب ايه اللي طلعك بس؟ شكل؟ العفو. ايه ده؟ ده صندوق، الصندوق بتاعي. في ايه؟ في رسومات. رسومات؟ اه. وانت بتعرف ترسم؟ زمان مش دلوقتي، وانا صغير قدك كنت بحب الرسم قوي. بحب افرجك على حاجه افهمك كده. فرصه اقول له بورنيطه من دلوقتي بدل ما يحرجني. شفت بقى البورنيطه الجميله اللي انا رسمتها؟ ياه! تعبان ومالع فين؟ انت كنت فين؟ تعالى 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 تعالى، انت كنت فين من زمان؟ تعبان وبالع فيه. ايوه. ارسم لي خروف. هو العيد جه؟ انا عايز في مكان صغنون وبعيد ومحتاج لخروف، ارجوك ارسم لي خروف. انت عايش في مكان صغنون وبعيد وعايز خروف؟ حاضر ارسم لك خروف. احنا لسه ما تعرفناش، عرفتكش بنفسي انا طيب حاضر اعرفك الاول. وانت عايز خروف؟ خروف الخروف بيرسموه ازاي؟ خروف له ديل؟ لا ملوش ديل. امال خروف وانا صغير رسمته. افتكر خروف العيد. ما تبصش. ده خروف عجوز قوي وتعبان، ارجوك ارسم لي خروف كويس. احسن من ده؟ ايوه. خروف كويس. ارسم واحد كويس كده. يا عيني على الجمال، يا عيني. لا ده خروف تخين قوي ولونه اكفيه اكل منين ده، ارجوك ارسم لي خروف كويس. بلاش كده. يعني عايز حاجة سريعة كده يعني صغننة. حاضر يا سيدي. يبقى طلع فوق. مش واخد بالي. برافو، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. برافو عليك. اقعد بقى تعالى. مش برضه الخرفان بتاكل الشجر الصغير؟ الخرفان طول عمرها بتاكل الشجر الصغير. انا مبسوط قوي بالشكل ده. الخروف هياكل الشجر ويحشر في كوكبي. ايوه بس هياكل الشجر اللي بلاب الكبير ده ازاي؟ ده شجر كبير، ازاي الخروف وهو صغير هياكله؟ ياكله ازاي؟ هياكله ازاي؟ ايوه لسه شويه. هياكله ازاي؟ ايوه ايه؟ لسه شويه. اتفضل سعادتك، اتفضل.
مبسوط لقيت صديق ليا في الصحراء الفظيعه دي. ايوه لسه شويه. ايوه هي الشجرة الكبيرة دي مش قبل ما تكبر كانت لسه صغنونة؟ خلاص أنا هخلي الخروف اللي أنت رسمتهولي ياكل الشجر الوحش وهو صغنون. صح، عشان الشجر الوحش وصغنون ده لازم احنا نشيله خالص قبل ما يكبر، ولحسن لو كبر الشجر ده هياكل الكوكب بتاعك الصغير. صح؟ دي مسألة تنظيم يا سيدي. وأنا شايف إن النظام مهم. فعلا نظام اهم حاجه في الدنيا، نظام ونظافه ولحظه من فضلك. ده شيء مهم. لازم نقوم من النوم ايوه نغسل وشنا وأسناننا ونسرح شعرنا ونحط كرونيا ونبقى حلوين. لازم احنا كمان نخلي كوكبنا حلو جميل. ايوه بس ازاي؟ هنفرق بين الورد الجميل وبين الشجر الوحش. صح، دي مساله نظام. ايوه شغلانة صعبة لكن بالنظام مفيش أسهل منه. عشان كده انا راسم لك كمان خروف صغنون يا دوبك على قديك. ايه ده؟ ده وتد وحبل عشان تربط فيه الخروف بتاعك. أربطه ليه؟ فكرة غريبة. ما انت لو ما ربطوش هيمشي. الواد فين؟ معرفش، هيمشي الخروف، هيفضل ماشي ولا بيده. لا ما تخافش أنا كوكبي صغنون مش ممكن يقدر يعمل. خلاص. ممكن آخد الصندوق ده؟ ليه؟ عشان الخروف يبات فيه بالليل. اتفضل. ممكن تحط لي الخروف؟ جوه الصندوق؟ ايوه. حاضر. اتفضل. انا مبسوط منك قوي بس ركز معايا ها؟ ايوه ما احنا عايزين نتعرف لسه. انا عايز اعرفك بنفسي. انا واخد الصندوق وجري وسابني. طب يا امير، استاذ امير، انا ما صدقت لقيت حد صديق ليا يقعد معايا. هو راح فين؟ او ده اللي حصل بالظبط في كوكب الامير. لو هتكونوا مش مصدقين، لو مش مصدقين هتعملوا زي حكايه العالم التركي اللي اكتشف الكوكب ده وراح يبلغ عن الاختراع بتاعه ومحدش صدقه. احكي لكم. كان في مره زمان عالم تركي اكتشف الكوكب ده وراح للحاكم بتاعه قال له انا اكتشفت كوكب صغير كوكب امير. قال له برافو، روح بلغ عن الاختراع بتاعك ده. وراح المؤتمر اللي فيه كل العلماء والاكتشافات وراح يبلغ عن الاختراع بتاعه. وكان لابس بقى جلابيه وطاقيه وكوفيه وبلغه بس مفتوحه من ورا. وراح رايح بقى راح لهم قال له انا اكتشفت. بصوا له ايه؟ يقول ايه ده؟ يا جدع عايز انا اكتشفت. طلعوا بره يا امشي امشي. خدوا الباسبور بتاعه وروحوا. راح للحاكم قال له فين الجايزه؟ قال له ما ادينيش حاجه. قال له ليه؟ قال له ما اعرفش طردوني. قال له لا الناس اللي هناك دول لابسين ايه؟ قالوا لابسين بدل كرافتات سدير وبلغ بس مقفوله من ورا. الله طب ما تلبس زيهم. راح ملبسه زيهم بدله جاكيته سرح شعره كرافته بابيون واشترى ساعه بكاتينا وراح رايح. دخل المؤتمر قال له انا اكتشفت. الله برافو عليك. الصحافه تصور، التلفزيون يصور، الاذاعه تسجل وادوا له جايزه. رجع للحاكم قال له جايزه ايه؟ قال له شفت ازاي؟ قال له هناك كلهم لابسين بدل. قال له كلهم لابسين بدل. ومن يوميها الحاكم التركي صدر امر ان كل اللي في البلد يلبسوا بدل ويقفلوا الجزم بتاعتهم من ورا. زي ما شفتوا الفكره هي ما دام الحقيقه موجوده مش مهم اللي يقولها سواء لابس جلابيه او لابس بدل. من فضلك انت بتروح فين؟ إذا كان الخروف بياكل الشجر الصغير فياكل الورد. الخرفان يا حبيبي طول عمرهم ياكلوا كل حاجه، ياكلوا حلاوه، ياكلوا جاتوه، ياكلوا كل الورد اللي يحبوه. حتى الورد اللي مليان شوك. حتى الورد اللي مليان شوك. قول لي يا كابتن. نعم؟ قول لي يا كابتن. يا كابتن. قول لي يا كابتن. يا كابتن. قول لي يا كابتن. يا كابتن. أقطع نفسي. أبعزق نفسي. لا بلاش تقطع ولا بلاش. نعم. أنت اللي تقول لي. ما انا بقول لك اهو. نعم. قول لي يا كابتن. نعم. إيه فايدة الشوك للورد؟ ما اعرفش يعني هو
يعني طول عمر ايه فايدة اشواك؟ هي ملهاش فايده، يعني زي ما تقول كده حركات. يعني الورده تبقى حلوه وطلع لها شوك كده شكلها جميل، وممكن تقول مجرد قوه للورد. لا انا مش مصدقك. دي وردة ضعيفة وطيبة. يا سيدي مش مهم حكايه الشوك اللي في الورد ده. ازاي مش مهمة؟ يا حبيبي من ملايين السنين وطول عمر الورد بيطلع له شوك. من ملايين السنين وطول عمر الخرفان بتاكل الورد بالشوك. ومن ملايين السنين الورد بيطلع لها شوك ومحدش عارف ازاي الورده دي بتستغل الشوك بتاعها، هي نفسها مش عارفه. دي حدوته كبيره قوي، قصه حرب الخرفان والورود. واذا كان ليا وردة صديقة وطيبة ملهاش غيري مش موجودة الا في كوكبي، وردتي انا وبس. واذا دي خروف غشيم ممكن ياكلها؟ ممكن ياكلها وياكل ابوها كمان. مستحيل. ها؟ مستحيل. 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 وانا زعلته في حاجه تجيلي على طول يسابني. خساره، انا حبيته قوي. يعني ممكن يبقى صاحب ليا وممكن. انت بتروح فين بس يا حبيبي؟ في ايه؟ قالوا بالله ده لازم تقولي هياكل الوردة بتاعتي. الوردة صديقتك اللي انت بتحبها؟ ايوه. يا سيدي ما تخافش، هرسم لك كمامة على بقه اهو. ولا اقول لك هرسم لك خروف ما بياكلش حاجة خالص اهو. اهو ده بالبطارية بقى ما ياكلش. تعال يا سيدي بس ما تسحلش كده وتعملها حاجات. تعال تعال. ها اقعد. تعال. خلاص؟ على فكرة أنا عايز أعرفك بنفسي. إيه ده في إيه؟ إيه اللي بيحصل هنا ده؟ في إيه اللي هناك ده؟ لا ما تخافش، دي الوردة ضيقتي، دي الوصل خلاص. هما مين اللي وصلوا؟ يلا نستخبى. استخبى ليه؟ أرجوك خبيني مش عايزة تشوفني. مش عايز تشوفك ليه وأنت ما تعرفهاش؟ أرجوك خبيني. خبيك صديقي وفي ورطة لازم أساعدك. تعال في الطيارة تعال. تعال ادخل. يلا ادخل جوه. ادخل. استخبى. وطي. انت جميلة قوي يا ورد. مش كده برضه؟ انا شايفة انت جميلة قوي. اجنن مش كده؟ ما تنسيش اللي احنا جايين علشان. ما تنسيش اللي احنا جايين علشان. ده صديقي الوحيد في العالم كله. ده صديقي الوحيد. يلا يلا يا اصحاب، يلا ندور عليه. ده وحيد
مش هسيبك الا ما تقول لي فين الامير. طب ابعدي الاشواك دي عني بقى وانا اقول لك. قول لي الاول وانا بعد. لا ابعديهم الاول وانا اقول لك. قول لي الاول وانا بعد. ابعديهم الاول وانا اقول لك. هو مستخبي في الطياره. ايه ده؟ ما دي الطياره بتاعتي، ما انا طيار. انا طيار. ها افتح لك الباب؟ لا خليك مكانك. طب انا هعطيك خليكوا ماسكين ويا شويه. انا اعرف افتحه بنفسي. ربنا يوفقك. وردت؟ لا ابعد عني، انا مخصماه. في ايه؟ ما كانش صح ابدا تهرب وتسيبني لوحدي على الكوكب. انا مخصماه. سيب ايدي. افهميني افهميني. انا لفيت الكواكب كلها وجيت الارض علشان كل ده علشاني ازاي؟ قلت لنفسي يمكن الاقي ارض هدايا تاني في عيد ميلادك وتحميكي من الرياح والخوف. ما تخافش عليا، انا ولا عندي سكن ولا عندي برد، والنسيم الليل الحلو بينعش انا وهعمل طريقه الم بيها فوق يغطيني. والحيوانات انا ما اخافش من الحيوانات، انا عندي اشواك زي المخاخ ده انا والغروره. هتقول لي انا كنت غبي بطلب منك تسامحني ونرجع مع بعض الكوكب. يا عم اخلص نفسك، الشوك قريني، خلص نفسك. يلا يا بيه يلا. مش ممكن اقدر ارجع قبل ما الاقي الهدايا اللي بدور عليها اللي تساعدك في عيد ميلادي وتحميك من الرياح والخوف. تعال. لا مش جاي. تعال. لا مش جاي. تعال. انا مصمم اني ما اجيش. طب انا الشوكولاته. معقول؟ حاول تكون سعيد على كوكب الارض. ازاي اكون سعيد وانا لوحدي؟ عايز اقول لك كلمه قبل ما اسيبك. اوعى تتاخر على عيد ميلادي. مش ممكن اقدر اتاخر. وعايز اقول لك اني بحبك واذا كان متهيألي ومغروره فانت كمان انا مستنياك على الكوكب بتاعنا يا مين. اشواك اوراق. مع السلامه. يا حبيبي يا ابني. طبعا انا عرفت الرحله، بس اصدقائنا الحلوين الصغيرين ما يعرفوش حاجه عن الرحله. طب ما تيجي نحكيها لهم. تعالى قلت انا كل اللي انا قلت. لا، ما انا هساعدك في الرحله، هقابل معاك بعض الشخصيات اللي انت قابلتها في رحلتك مع الكواكب. يعني هعمل معاك شخصيه المغرور في كوكب المغرور، وهعمل معاك شخصيه الراجل صاحب الارقام المعقد بالارقام. بس ترجعنا هنا ازاي؟ النجوم هتساعدنا
انت مالي ايدك من النجوم بتاعتك؟ ايوه. يعني اروح اجهز نفسي لاول كوكب رحته؟ ايوه. يلا جاهز. طبعا هتشوفوني هتسقفوا. سقفوا. شكرا. كفايه كده، كفايه التسقيف ده مش معقول. وانتوا هتسقفوا. برافو برافو. شكرا. وانتوا هتسقفوا. مش معقول كلكم كده هتقطعوا نفسكم من التسقيف علشاني. نسقف سقفه ونشوف مين اعلى. انتوا هتسقفوا. اكمل كلامي اكمل. انتوا هتسقفوا وتقولوا هي. وروني. برافو. انتوا هتسقفوا وتقولوا هي. انتوا هتسقفوا وتقولوا هي هو. نشوفها مع بعض. هي. انتوا الاول. ها. هي هو. شكرا شكرا. طبعا انتوا بتسالوني انتوا معجبين بيا ليه؟ كل واحد فيكم معجب بحاجه. انت معجب بحاجه بتحبها. انت معجب سؤال؟ لا حبيبي بتكلم الناس معجبين بيسقفوا لي. بتقطعني ليه بس؟ اقعد استناني في المكتب. استناني في المكتب. عن اذنكم في واحد معجب بيا. هتكلم معاه شويه وهاجي لكم تاني. طبعا المعجب ده انسان طبعا عارفين بيبقى معجب بيه. كلكم في الاخر معجبين بيا. نعم يا حبيبي. تقصد ايه بالاعجاب؟ الاعجاب يا حبيبي ان انا متهيألي ان انا اشيك واحد في الدنيا، اغنى واحد في الدنيا، اجمل واحد في الدنيا، اعبط واحد في الدنيا. لكن انت لوحدك مش هدريلك على الكوكب. مش مهم يكون في حد يا حبيبي، هي دي عقدتي. انا معجب بنفسي خلاص. مش مهم. بفرح قوي لما اي حد يشوفني. ايدك مالها؟ فيهاش حاجه ازاي؟ معقوله ايدك كلها تراب؟ انزل كده. انزل نفضها. لا نفضها جامد بسرعه. شكرا يا حبيبي ميرسي. شوف انت معجب بيا ازاي. ها ايه رايك بقى فيا؟ انا معجب بيك صحيح، لكن هيفيدك ايه اعجابي بيك؟ مش مهم يفيدني بحاجه. خلاص ما دام انت معجب خلاص. انا ماشي. مش ممكن الاقي الكوكب ده هديه لوالدتي. مش هتلاقي هديه لوالدتك انا؟ ايوه. هتروح فين؟ اروح كوكب رجل الاعمال، يمكن الاقي فيه هديه لوالدتي. ربنا يوفقك. مش هتشرب حاجه؟ اشرب اي حاجه. طب سقف عشان الجرسون يجيب لك. كده مش هيسمعك. بسرعه. ميرسي يا حبيبي ميرسي. باي باي. هيجنن نفسه عشان مهروب. بس وانت. لو شلنا الجذر التسديسي بتاع 3 وحطينا الجذر التسديسي بتاع 4 يبقى 114. طب 114 في 2 114 في 2 ب 125. اوكي يبقى انا ماشي مظبوط. يبقى 6 في 3 23 23 في 4 في 4 في 25 25 في 2 في 26 26 في 36 في 24 25 26 26 في 13 في 13 25 يبقى 30 في 16 يبقى 120. طب 120 في 12 هي 12 في 4 بكام؟ 12 في 4 بكام؟ صباح النور صباح النور. ما عنديش وقت يا ابني. اسمع النور. 115 في 26 يبقى 26. انا لوحدك؟ انا لوحدي. 120 في 25 في 12 12 في 36 يبقى انا 14. اوكي يبقى احنا ناقصنا ايه؟ ناقصنا 123. ما عندكش وقت منظف ولا اولادك؟
عنديش وقت اشوف حاجه، لان 120 في 12 تعالى 120 في 12 ب 23. طب 23 ادي 24 25 26 27 28 ودي كام؟ يبقى 24 33. انا كده مظبوط. اقعد انت بقى. يبقى 36 في 12 ب 25. مظبوط. انت بتعد ايه؟ انا بعد النجوم. بعد النجوم. قصدك نحو؟ لا، النجوم اللي فوق بعدها كلها. قصدك النجوم. النجوم دي كلها عددها 50. يعني هتعمل ايه ب 50 مليون نجمة؟ هي النجوم دي ملك حد؟ لا، خلاص مش ملك حد. يبقى ملكي انا. ما دام مش ملك حد يبقى ملكي. هعدهم كلهم واكتبهم في ورقه واروح حاططهم في البنك. انت تعال، انت لما تلاقي الماظه حلوه كده اهو مش بتاعت حد، مش تبقى بتاعتك؟ ها؟ لما تلاقي جزيره كده في البحر مش بتاعت حد، مش تبقى بتاعتك؟ لما تجيلك فكره ما جاتش لحد، مش تبقى بتاعتك؟ خلاص يبقى النجوم دي كلها بتاعتي، صح؟ هتعمل ايه ب 50 مليون نجمة؟ هحطهم في البنك اشيلهم. اسمي بتوعي. انا ملك وردة، ممكن اطلبها واخدها، لكن انت ما تقدرش تقعد نجوم السما. صحيح، ما اقدرش اطفها. عبيط لو قطفتها، هطفها ازاي دي؟ عالي قوي. ما انا هعدهم بس واحسبهم واحطهم في البنك، مش هعمل حاجه غير كده. حاجة تضحك، ما فيهاش ريحة العقل. يا ولد انا عندي وردة بس وردتي كل يوم وده بيفيد وردتي، لكن انت بتفيد النجوم بايه؟ هتمشي؟ انا ماشي. مش ممكن الاقي الكوكب ده اللي وردتي. هتروح فين؟ رايح كوكب الارض، يمكن الاقي عليه هدية. الارض احسن حاجه. تاخدني معاك، هتسيبني هنا لوحدي ازاي؟ مش هبقى جاي معاك. خد الارض معاك على طول. يلا حبيبي يلا. دمعة وأحزان. كوكب عيد الطفولة في العيد تلاقيه يبان، وبأنواره الأصيلة يمسح دمعة وأحزان. كوكب عيد الطفولة يمكن طير فنان في رحلته الطويلة، صاحب أمير إنسان. كوكب عيد الطفولة مهما شفنا بعيد هيرجع وردة جميلة لأملنا من جديد، لأملنا من جديد. كوكب عيد الطفولة في العيد تلاقيه يبان، وبأنواره الأصيلة يمسح دمعة وأحزان. كوكب عيد الطفولة في العيد تلاقيه يبان، وبأنواره الأصيلة يمسح دمعة وأحزان. كوكب عيد الطفولة يمكن طير فنان في رحلته الطويلة، صاحب أمير إنسان. كوكب عيد الطفولة مهما شفنا بعيد هيرجع وردة جميلة لأملنا من جديد، لأملنا من جديد، لأملنا من جديد، لأملنا
عطشان، صحراء كبيرة ما فيهاش إنسان، الناس تكرهني وأنا كمان، أتلوى كده اهو محتاجش ايدين، وازحف عالرمل بدون رجلين، واطول كده اهو ان عوزت اكبر، وان عوزت اقصر كده اهو اقصر، واتلف على اصحابي الاخصام، واغني بصوت مبحوح غضبان، وتخاف مني الناس والجان، لا يحاولوا يفهموا صوتي، وكمان يتمنوا موتي، وعشان كده أنا كمان عمري ما هرحم الإنسان، أتلوى كده أتلوى كده أتلوى كده أتلوى كده، أنا هنا الحياة بولس لسان. صباح الخير. صباح النور. انت جاي هنا ليه؟ بدور على هدير وردتكم. سحرة؟ معقول؟ راحوا فين الناس؟ راحوا فين؟ راحوا فين الناس؟ الواحد بيحس انه وحيد وهو بعيد عن الناس، وهو في صحراء بعيد عن الناس. ساعات الواحد يحس انه وحيد هو وسط الناس. انت رفيع قوي كده ليه؟ انا رفيع صحيح، لكن اقوى من فيه. انت مش خايف مني؟ بخاف منك ليه؟ انت بتعمل حركات بره ظريفة خالص وعجيبة. الناس كلها بتخاف مني. انت مش انسان؟ ايوه بس كوكب تاني. فهمت، عشان كده ما انتش خايف مني. انا كمان مش خايفه مني. اول مره في حياتي ما اخافش من انسان. فوق كده مستعد اقدم لك اي خدمه. تقدمي الخدمة ازاي بس؟ انت غلبان خالص، مالكش ولا دين ولا رجلين، ما تقدرش تطير. طب تقدر ترجعني للكوكب بتاعي؟ طبعا دي لمسه واحده مني رجلك ترجعك لكوكبك على طول. أؤمر انت بس. لو تأتي في يوم ترجع لكوكبك هتلاقيني هنا الشجرة دي. لو عوزتني خدمت تندهلي أكيد. لكن انت ليه كل كلامك ألغاز؟ أنا صحيح كل كلامي ألغاز، لكن كمان بحل كل الألغاز. متنساش
مستنياك قاعدة اسلي وحدتي، اتلوث كده اتلوث كده. شايفين الناس في القطورات متمددين نايمين او قاعدين متوبين يقروا في الجرانين والدنيا تمر عليهم ولا هم مهتمين. حاول حول شمال حاول حول يمين. الناس ليهم احوال يحتار فيها الشايفين. لو تسأل اي سؤال الناس رايحين على فين ولا جايين منين وليه مستعجلين، لا تلاقي حد يدلك ولا حتى بكلمتين. حاول حول شمال حاول حول يمين. الناس ليهم احوال يحتار فيها الشايفين، لكن بس الاطفال همال متعلقين بعيونهم في الشبابيك شايفين البساتين وبلاد بتبصيلي يا ترى ساكنينها مين. حاول حول شمال حاول حول يمين. حاول حول شمال حاول حول يمين. صباح النور. يا خبر يا ابني يا ابني يا حبيبي تعال تعال. انت بتعمل ايه؟ نعم انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ده كلام؟ ده انت وقعت قلبي. انت بتعمل ايه؟ انا بشتغل هنا بشتغل وبشتغل شغلتين. الشغله الاولانيه بقفل السكه دي اول ما بلاقي القطارات جايه. الشغلانه الثانيه بحول القطارات اللي شايله المسافرين بودي شويه يمين وشويه شمال. قطر جاي تاني اوعى تتحرك من مكانك. اصل انا اول ما الجرس ده يضرب اروح عامل كده بالنور الاحمر ده عشان ما حدش يعدي. سامعني؟ ايوه. اول ما القطر يجي اعرف على طول الجرس القطر هيعدي على طول. اصل يا ابني القطر اسرع من البني ادم يا ابني، عشان كده ما حدش يقف قدامه ابدا. والاشاره دي ازاي؟ اشارات المرور؟ اشارات المرور؟ اشارات المرور اللي في الشارع. لا اشارات المرور 3 الوان. ايه هما؟ احمر اصفر واخضر. الايه؟ الاحمر لايه؟ نقف. والاصفر؟ استعد. والاخضر؟ نمشي. طب الاخضر؟ نمشي. الاحمر؟ الاصفر؟ استعد. احنا
عندنا هنا بقى عشان القطر ومزلقان القطر لون واحد، اللون الاحمر. اللون الاحمر اول ما تلاقيه يا ابني لازم تقف وتستنى القطر، لان القطر ما يستناش الناس، لكن الناس اللي لازم يستنوا القطر. البني ادم يا ابني دايما مستعجل، دايما مستعجل على ايه ما تفهمش. البني ادم دايما مستعجل على نجاحه، مستعجل على مستقبله، مستعجل على نفسه، على ان كل حاجه بميعاد. عارف الناس اللي راكبين القطر تلاقيهم هم جوه القطر والقطر بيجري بيهم مستعجلين، ليه ما تفهمش؟ على ان القطر لهم ميعاد يقوم فيه ويمشي فيه وميعاد يوصل فيه. لو عرفنا كلنا كده ما نتعبش نفسنا ابدا. وجهه بينا كده على طول ومعلق. لا ما علقش، القطر جاي اصلا. الله اتاخر. ما عداش. اتاخر. شوف اتاخر ليه؟ تعمل ايه؟ لا ولا حاجه. تعمل ايه؟ ايه؟ تعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه؟ لا بشوف الساعه، اصل الكتينه طويله وبخبيها. ايه دي؟ الساعه واقفه. خبر ابيض، عشان كده القطر ما جاش. اهي مشي، يبقى القطر جاي. ايه الحكايه؟ في ايه؟ كنت هضيع. ورقة بسرعة دي عايزين ايه؟ هي عايزين ايه دي؟ ما تفهمهاش. تعال. الناس نفسهم مش عارفين هم عايزين ايه. تصور الناس تبقى عايشة في اليمين ونفسهم يعيشوا في الشمال، يبقوا عايشين في الشمال ونفسهم يعيشوا في اليمين، عايشين فوق نفسهم يعيشوا تحت، عايشين تحت نفسهم يعيشوا فوق. محدش راضي بحاله ابدا. ايه ده؟ يا خبر ابيض، ده ميعاد والدتي خلص. انا اسف جدا، هسيبك واشوف وشك بخير. خلي بالك من مزلقان القطر، ها؟ اللون الاحمر خلي بالك منه، ها؟ اشوف وشك بخير يا امير. هما انتوا رايحين جايين كده على طول ما بيتعبوش؟ اللي كانوا في القطر؟ ايوه. هم الناس كده حبيبي اللي في القطر، ناس كبار وهم قاعدين في القطر. بص قاعدين ايه؟ مخهم مش في حاجه غير المكان اللي هم هيوصلوا له، يا بيقرا جورنال يا ورا مشكله في البلد اللي رايحها، مخه بعيد خالص. اما الطفل الصغير اللي زيي بص تلاقيه وهو راكب القطر سهل قوي، عاوز يعرف كل حاجه، مش كده؟ تلاقيه دايما حاطط وشه في الازاز كده، حاطط في الازاز كده، بيشوف العواميد والناس والشجر والدنيا اللي حواليه. انا اذنك بقى عشان انا عرفت الطياره فيها ايه وقربت اكمل تصليحها. ناقصها الجلاكس. ايه؟
طاجين؟ لا. في فراخ؟ لا. يا خسارة، الواحد ما يتمناش حاجة ويلاقيها أبدا. حتى طول عمري أجري ورا الفراخ والناس تجري ورايا. الفراخ كلها شكل بعضها والناس برضو كلها شكل بعضها، حاجة تضايق. لكن إذا أنت صاحبتني كل حياتي تتغير وهتبقى بينا ألفة. هعرف صوت رجليك من بين كل الأطفال. صوت الرجلين التانية بيخليني أخاف وأجري واستخبى في الأرض. أنا برضه عندي وردة. أنا برضه نفسي نتصاحب، لكن أنا مشغول خالص وأنا حاجات كتير لازم أعملها، وناس كتير لازم أتعرف عليهم وأقابلهم، وحاجات كتير لازم أروح وأعرفهم. أيوة، الواحد صحيح ما يعرفش الحاجة إلا لما يعرفها ويحبها وبعد كده يصاحبها. والناس ما عندهمش وقت، كل همهم ياكلوا في الفراخ ويربوها. والناس دايما كمان بتشتري الحاجة من عند البياع والبياع بياع مش صاحب ولا صديق للي بيشتري منه. عشان كده في ناس كتير ما عندهمش أصدقاء. إذا كنت بتدور على صديق فصاحبني. أعمل إيه؟ بقى عمال تجري هنا وهناك هنا وهناك وأنا مش عارفة أتكلم معاك خالص. الحكاية بس عايزة صبر شوية. الأول تقعد قصادي كده من غير ما تتكلم ولا كلمة، وبعدين تبصلي من تحت لتحت، تبصلي وتظهر لي كل يوم من تحت لتحت، وكل يوم تقرب مني شوية، كل يوم تقرب مني شوية. انا الثعلب غلباوي قوي ونجرب. كلمني لكن اوعى تقرب لا تلاقي نفسك خسران. انا الثعلب اجري ورا الفرخه وبطيرك، وانا برضه من الصياد بهرب. دي حكايه ملهاش عنوان. انا الثعلب قبل ما تضربني راح اضرب. ما دام انت سيف للي بيغلب الفايز هيكون في امان. انا الثعلب طول عمري عايش متغرب. اكل واشرب وارقص والعب، لكن انا وحدي غلبان. انا الثعلب الدنيا لي مني بتهرب. مش حاسه اني بتعذب، انا نفسي اصاحب انسان. 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 نفسي أصاحب إنسان. نفسي أصاحب إنسان. أحسن حاجة فيك يا أمير إنك بتحافظ على مواعيدك. لما بتديني ميعاد الساعة 4 بفرح قبلها بساعة، من الساعة 3. لكن إذا اديتني ميعاد وما جيتش هخاف واستخبى في بيتي تحت الأرض. إيه ده؟ أنت ماشي يا أمير؟ لازم أمشي من الوردات يقرب. أنا كان نفسي أديلك هدية، بس ما عنديش غير كلمتين أقدر أقولهم لك. اللي بيحب لازم يبقى مسؤول عن وردته. كل واحد يحب لازم يبقى مسؤول عن الحاجة اللي بيحبها. التعب اللي أنت جبته
عشان الوردة بتاعتك هو اللي خلاك تحبها وتفهمها وتكتشف كل المعاني الجميلة اللي فيها، الحب والإخلاص والوفاء. أنا مسؤولة عن وردتي، أنا الحاجة اللي بحبها، وأنت؟ أنا مسؤولة عن وردتي، لازم ألاقي لها الهدية اللي تساعدك في عيد ميلادك. كل واحد فينا مسؤول عن وردته. يا أمير! إيه ده؟ صياد! صياد! لا أنا خالص، أنا الصياد، ده الكابتن. كابتن إيه يا عم؟ أنا أضرب منك بيه. لا لا لا، باي باي، أشوفك بعدين، أشوفك بعدين. يا أمير! المية اللي عندنا خلصت. والعمل انا عايز ميه اشرب وعايز ميه عشان الطياره، اتضح انها بتمشي بالميه، مش لاقي ميه انا. طب هندور على ميه في الصحراء دي ازاي؟ اسمع، انا هدور من هنا وانت تدور من هناك. ها؟ يلا دور على الله، لاقي اي بير اي حاجه في ميه. كل سنة وأنت طيبة يا وردتي. الليلة دي عيد ميلادي وكل النجوم بتغني لي. ودلوقتي بس اكتشفت غلطتي لما افتكرت إنك مغرور. أنت اللي فيك كل الصفات الحلوة، الحب والخير والصدق والوفاء. أنا راجع يا وردتي، لازم أرجع بأي طريقة. أنا راجع، أنا راجع. الله، أمال صاحبك راح فين؟ راح يدور على بيه المية، المية اللي أنا خلصت. أنا ما تخافش. لا يا عم، ده لما الصيادين ضربوني وكانوا عايزين يصطادوني. لا يا عم، أنا أدرى منك بيهم. أنا أعرف طريق بير مية، إيه رأيك أجي وأوريهولك؟ طبعا قصتنا يا صاحبي. يلا تعالى ورايا. انا عامل دورت مش لاقي. ايه ده؟ انت بتجيب دول منين؟ ايه دول؟ لا ما تخافش، أنا ما تخافش، ده الثعلب صديقي. ثعلب؟ عايز ايه ده؟ يعرف ده جاي يورينا بيه المية مخصوص. بير ميه. شكرا يا ثعلب، انت انقذت حياتنا. شكرا. يلا بينا نجيب الميه، بس ما تفتحش كده. يلا عارف طريق البير، خد انت السكه دي. يلا قول له يمشي. برافو عليك. يا سلام! مش عارفين نشكر الثعلب ازاي، مللنا بتاع ميه. خلاص يا صاحبي، هتطير بطيارتك وترجع لبلدك. ها؟ لان خلاص الطياره اتصلحت ولازم ارجع على بلدي. أنا كمان لازم أرجع للكوكب. الليلة دي عيد ميلاد والدتي. لازم أرجع بأي طريقة. اصلح السياره. عادي عشان اساعدك زي ما وعدت، وآن الأوان عشان اثبت لك وفاء التعبان. هي عضة واحدة بس رجعت لوردتك وفي ثواني. أرجوك يلا بسرعة، بس خلي عبدنا خفيف عشان ما توقعنيش. إيه ده يا أمير؟ ابعد عن بوق التعبان. تعال يا امير، تعال هنا. ابعد عن ده، ابعد عن الحيه. سيبوني يا سعد، صح؟ لا مش هنسيبك. يا جماعة سيبوا يساعدني، وردتي مستنياني. ساعدك ايه؟ دي حيه مش هتساعدك، ده هتغرسك يا حبيبي، دي خطر. خلاص يا صاحبي، أنا مش محتاج منك أي مساعدة. خلاص هو مش محتاج لمساعده. أصحابي هيساعدوني. كان نفسي استخدمك. الحمد لله مشيت. اوعى تقرب جنب الحيه والتعبانه، الحاجات دي خطر يا حبيبي. انت بتلعب في ايه؟ سيب دي.
دي الوردة جت. أنا جيت لك يا أمير عشان نرجع سوا. ماشي خلاص؟ لا تمامش. ترجع الكوكب بتاعك؟ أيوة. طيب ما تخليك هنا في الأرض معايا، أنت والوردة بتاعتك. ليه؟ ليه؟ واحنا مش أصدقاء؟ أيوة. خلاص. لو نبقى أصدقاء غيطان القمح الذهبي اللي ما كانش ليها ولا أي مكان في قلبي، دي هتفكرني بيك وأشوفها وأفكر فيك عشان لونها الحقيقي لون شعرك يا صديقي، عشان لونها الحقيقي لون شعرك يا صديقي. ده لو نبقى أصدقاء، لو نبقى أصدقاء، لو نبقى أصدقاء، حتبان كل الكواكب العالية في وسط الليل، العالية في وسط الليل، أنور وتهدي قارب تشاور له بالمناديل، تشاور له بالمناديل، جاية زي المراكب بتغني بصوت جميل، وانا ليا فيها صاحب معرفش المستحيل، وانا ليا فيها صاحب معرفش المستحيل. لو لو نبقى أصدقاء، لو نبقى أصدقاء، لو نبقى أصدقاء، وحنحمي كل وردة من أي إيدين تتعدى، وحنحمي كل وردة من أيها إيد تتعدى، وحنطلع واحدة واحدة نتكلم بدون مساعدة، وبكوكبنا هنتحدى الكون ونكون ايد واحدة على أرض سعيدة حرة ونجوم الدنيا شاهدة، على أرض سعيدة حرة ونجوم الدنيا شاهدة. ده لو نبقى أصدقاء، لو نبقى أصدقاء، لو نبقى أصدقاء، أنا وأنت وهو وهي الأطفال أغلبية، في البيت وفي المدارس والغيطان المروية، أنا وأنت وهو وهي الأطفال أغلبية، في البيت وفي المدارس والغيطان المروية، ايدنا في ايد بعض نمشي ونقول للدنيا دي الحب هو طريقنا ولا نتعب من المنادية، الحب هو طريقنا ولا نتعب من المنادية.